مرحبا فيكم حبايبنا الحلوين بنشرة أخبار بنكبر سوا. طبعا أكيد أنتوا اشتقتوا لنا وإحنا اشتقنا لكم. أولا بحب أمسي على المذيعات الثلاثة لجي نقشير وحلا خان وترنيم أبو عطية وبقول لهم مساء الخير عليكم جميعا. رح نروح للخبر الأول معانا واللي هو بعد انتظار طويل أعلنت قناة طيور الجنة الفضائية عن انطلاق موسمها الجديد من برنامج كنز قريبا الموسم الرابع على التوالي. برنامج كنز الذي شهد شعبية كبيرة في الدول العربية وبين عائلاتها، واستطاع أن يسعد جمهوره بنجوم يقف لها الجميع احتراما، فكل التوفيق لكادر العمل ونرجو لهم موسما جميلا وممتع. وفي نفس السياق أعلنت قناة نون الفضائية ممثلة بقائدها الأستاذ عمر الصعيدي عن برنامج توعد أن يكون الأضخم بالوطن العربي، برنامج النجم الصغير الذي سيشمل كل المواهب الفن الملتزم، وشعاره النجم الصغير مش بس مجرد صوت. البرنامج الذي لقي شعبية كبيرة بمجرد نزول إعلاناته الجميلة. في الجوائز كثيرة تنتظر المشتركين، فنتمنى لهم كل الخير والتوفيق لهم ولكل كادر العمل ولكل المشتركين. أعلنت النجمة سدرة دعبول عن تسجيل عمل فني لم تعلن فيه عن باقي التفاصيل، ولكن نرجو أن يكون كباقي الأعمال متميزاً وذو إطلالة ساحرة، فهنيئاً لسدرة ولجمهورها. وصول صفحة النجمة ديما بشار إلى 2.5 مليون معجب على الفيسبوك، وكمان وصول صفحة النجمة سجا حماد إلى 100,000 معجب على الفيسبوك. قامت النجمة نغم غيث بجلسة تصوير غير تقليدية جديدة مع المصور المبدع عامر مرار، والصور هدول رح تشوفوهم بس يوصل انستغرام نغم ل200,000، ودايما تابعوها عشان تشوفوا صورها. نجمتنا بتعمل بأفكار حلوة وغريبة بنفس الوقت. انتهى النجم محمد عدوي من تصوير أنشودة جديدة تحمل طابع التراث السوداني وسوف تعرض ضمن أناشيد القناة. انتهت النجمة أمينة كرم من تصوير عمل جديد للشعب الفلسطيني، كل التوفيق لنجمتنا المبدعة. وأعلن أيضا النجم أحمد الكيالي عن مجموعة أعمال جديدة سيعلن عنها قريبا بإذن الله، فكل التوفيق لصاحب الصوت الجبلي النجم الأردني الرائع أحمد الكيالي. قامت قناة كراميش الفضائية في الفترة الأخيرة بعرض كوكبة جميلة من البرامج المفيدة، ومن تقديم مجموعة من نجومها الرائعين برنامج ماذا لو، وأيضا برنامج انت غير الذي تميز فيهما النجم عبد القادر الصباهي بإخراج متميز ومتمكن مع باقي الكادر، فكل التوفيق لهم وعقبال الأعمال الأخرى أحلى يا رب. وهيك بنكون خلصنا نشرة الأخبار، نتمنى إنها تعجبكم أحبائنا الأعزاء. يلا باي باي، بنشوفكم الأسبوع الجاي إن شاء الله.